السلام عليكم، معكم انور فلوغ، عضو من اعضاء شركه كوسمو براتيكو. بتاريخ 24 سبتمبر 2025 اقترحت الحكومه البرتغاليه مشروعا لتعديل قانون الاجانب، ويعدل على راسها شروط اعاده لم شمل الاسره ليصبح بمعايير اكثر مرونه وعداله. بينما كان مقترح القانون السابق يريد أن يفرض عامين لإدخال أفراد العائلة، ها هو يخفض إلى سنة واحدة في حالات الزوجين الذين عاشا معا سابقا، ويتيح التقديم الفوري إذا كان أحد الزوجين يعتني بقاصر أو بشخص عاجز، ويمنح الوزير المختص صلاحية استثناء الحالات الاستثنائية ومنها قوة الروابط الأسرية وعلى حسب اندماج الشخص في المجتمع البرتغالي. والجدير بالذكر أن هذا المقترح يراعي كرامة الإنسان ومبادئ التناسب والعدالة مقارنة لما تم طرحه فيما سبق. ولقد أكد الرئيس مارسيلو بتاريخ 30 سبتمبر على الساعة 10 إذا تم التصويت بنعم على هذا القرار سوف يصادق عليه ويدخل حيز التنفيذ. لمن لا تمسه هذه الشروط يرجى الإسراع في بدء الإجراءات. كالعادة كان معكم أنور فلوغ، عضو من أعضاء شركة كوسمو براتيكو، وألقاكم في فيديو آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.